السلام عليكم، وانا كرار. وبهذا المقطع راح اقارن الجويستيك اللي يجي ويا الجهاز مال اكس بوكس والجويستيك الاحترافي الجيم سير المعرف لا يعرف. طبعا كل جويستيك لها عيوب ولها مميزات، راح نوضحها بهالفيديو. نبدي بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا خلي شوي نسولف على الجيم سير. الجيم سير يجي بيها ازرار اضافية، واير 3 متر، غطاء قبل الازالة والتغيير، يعني فد شي مرتب وحلو. بس السعر شوية مبالغ بيه. السعر حاليا بالعراقي من 45 إلى 55 ألف الجديدة، بس يعني تحصلها ب40 ألف. سعر الجويستيك الأصلي اللي يجي ويا الجهاز من 70 ألف إلى 40 ألف، يجيك بالشركة أو مستعمل أو بالا. يعني إذا تخلوها علي أنا أشوف هذا أسعار يعني كلش مبالغة. حتى الجيم سعر ب45 مبالغ بيها. عرفنا من الأسعار والمبالغات وكذا، شوفنا شنو اللي يشتري. اوكي، راح اشوفك شنو اللي تشتري وانصحك بالسعر المناسب اللي تشتري بيه، واعتقد اقدر اوفر لك الشي المناسب. خلينا شوي نحكي على سرعة الاستجابة. اول شي سرعة استجابة جويستيك الاكس بوكس حاليا مصنفة الاولى بالاستجابة، ويعتمدوها جماعة البي سي، يعتمدوها جماعة الاكس بوكس اغلبهم. وبنفس الوقت انا ما اقول لك الجيم سير بطيء، لا، الجيم سير فد شي مرتب بالسرعة، بس مستحيل تلحق الجويستيك الاصلي بالبي سي او بالاكس بوكس. قرار كافي مميزات وما اعرف شنو. احكينا شنو اللي اشتري وشنو الاحسن. اوكي بس اعصابك. اول شي راح احكي لك شوية عن العيوب مثل ما نقول. اوكي، العيوب عندك بالجيم سير. العيب الوحيد اللي بيها الواير شباب. اللي نسيت اقول لكم احد مميزات الجيم سير انه الجير مغناطيسي، يعني 7 مستحيلات انه الجير يعطل عندك. حلو. مثل ما جاي تشوفون بالفيديو حاليا اصدارين، او ما اعتقد الفيديو عبر، ما ادري ما عبر، اصدارين للجويستيك الاكس بوكس ال1، وثلاث اصدارات للجويستيك الاكس بوكس السيريس اللي تجي مال ديجيتال، نسخة ديجيتال، وتجي نسخة العادية وما اعرف شنو. لا، مو الجويستيك ديجيتال، لا اقصد الجهاز الديجيتال تجي النسخة مالته. فهمتوني صح؟ والعيب الوحيد اللي بالجويستيك الاكس بوكس الاصلي انه هو البطارية مو مدمجة. يعني ما يجي مثلا البلاي ستيشن 4 او البلاي ستيشن 5 البطارية داخلة، لا، لأن البطارية تشتري وحدها او تخلي بطاريات عادية اللي نستخدمها بحياتنا اليومية 3 ساعة او هيك شي، نفس البطاريات. وما تقدر تغير الكفر مالتها او هيك شي، لا. واذا عطلت تحتاج تفتحها كلها، مو نفس الجيم سير تقدر تفتح القطعة اللي تريدها. وما اريد اطول عليكم اكثر، خلي اقولكم شنو اللي تشترون. اول شي اذا ردت مستعمل فاشتري الجويستيك الاصلي. اذا ردت جديد اشتري الجويستيك الجيم سير، لان انسب شي بالجديد. صح سعره مبالغ، بس انسب شي بالجديد. والمستعمل انسب شي المستعمل الجويستيك الاصلي. سعر الجويستيك الاصلي المستعمل من 35 الى 45 او 40 نسخة السيريس، من 25 الى 35 نسخة الون. اوكي، حاليا اجي سؤال ببالك وانا راح اجاوبك اياه قبل لا تكتبه بالتعليقات. السؤال اللي هو جويستيك ال1 يشتغل على السيريس اعتيادي؟ الجواب هو اعتيادي، يشتغل على السيريس، يشتغل على ال1، ومات السيريس هم يشتغل على ال1. يعني الجهازين تقدر تشغل جويستيكات نفسهم، ما عدا 360 والاصدارات الاقل. وبالنهاية تركينا رأيك بالتعليقات، شي تفضل الجيم سير لو الجويستيك العادي؟ انا بالنسبة لي عن نفسي يعني افضل الجويستيك العادي، لان سعره بالمستعمل يعني شي مرتب وحلو. نسيت نقطة مهمة. الجويستيك الجيم سير جي 7 اس اي اللي جاي نحكي عليها حاليا بالمقطع، يجي وياها شهر جيم باس مجاني، بس هم بيه عيب. يعني ما جيم سير ما سوي لك شي اذا ما تحط لك بيه عيب. العيب شباب انه 50% او فوق 50% الكود مضروب. كود الجيم باس شهر مضروب يجي. وان شاء الله راح انزل لكم طريقة اذا جاكم كود مضروب شلون راح تراجعه. وهذا صوت الصرصرة اللي عدت الصوت 6000 مرة على مود يروح، وما راح ظل لاطش، صار لي ساعة ادور عليه قبل التصوير. اذا وصلت لنهاية المقطع اكتب لنا صرصرة حتى تثبت وجودك.